اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من على قناه من قلب التاريخ. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن موضوع من الموضوعات المهمه جدا. طبعا انا كنت اتكلمت في فيديو سابق عن معركه التل الكبير عام 1882، وازاي الجيش المصري اتهزم في المعركه دي وتم احتلال مصر عن طريق بريطانيا. ان شاء الله النهارده هتكلم عن الاحتلال البريطاني لمصر. طبعا تخيل ان بلد عريق زي مصر بيمتلك حضاره عمرها الاف السنين فجاه بيجد نفسه تحت سيطره قوه اجنبيه بتتحكم في قراره واقتصاده وحتى مصيره السياسي. منذ لحظه دخول الاحتلال البريطاني بدأت صفحة جديدة في تاريخ مصر، صفحة مليئة بالثورات والانتفاضات والدم والأمل الذي لم ينطفئ يوما. هذه ليست مجرد قصة احتلال، هذه قصة أمة رفضت الانكسار حتى آخر لحظة. البداية بعد ما حصل طبعا معركة التل الكبير وتهزم الجيش المصري في المعركة سنة 1882. بريطانيا ما دخلتش مصر كجيش وخلاص، لا، هي دخلت بعقلية انها تحكم البلد من غير ما تحكمها رسمي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الشكل الخارجي مصري لكن كل المفاصل بريطانية. طبعا بريطانيا بدأت تمسك البلد بطريقة تدريجية جدا. الجيش المصري اتعاد تنظيمه تحت إشراف بريطاني. وزارة المالية تحت رقابة إنجليزية، والقوانين لازم تمر على المعتمد البريطاني، والتعليم يتغير تدريجيا علشان يخدم مصالحهم. والقضاء اتعمل فيه نظام مزدوج من المحاكم الأجنبية والمختلطة. وكان أهم شخص في المرحلة دي هو اللورد كرومر. كرومر ده ما كانش بس مسؤول، ده كان دولة لوحده، كان بيقرر مين يحكم ومين يمشي، وبيشوف المصريين إنهم غير مؤهلين للحكم الذاتي. طبعا بالنسبة لقناة السويس دي تعتبر المفتاح الحقيقي للاحتلال. طبعا قناة السويس كانت اتفتحت قبل كده سنة 1869، لكن بريطانيا اشترت أسهمها سنة 1875 في عهد الخديوي إسماعيل. ومن هنا بقى عندهم هدف واضح: القناة لازم تفضل تحت السيطرة مهما حصل، لأنها ببساطة أقصر طريق للهند وأهم طريق تجاري في العالم وشريان الإمبراطورية البريطانية. بالنسبة لحادثة دنشواي عام 1906، دي تعتبر واحدة من أخطر وأشهر الأحداث اللي حصلت وقت الاحتلال. كانت حادثة دنشواي، القصة بدأت لما ضباط بريطانيين كانوا بيصطادوا الحمام في قرية دنشواي في محافظة المنوفية، وحصلت مشادة بينهم وبين الأهالي. طبعا الموضوع اتطور وواحد من الضباط مات بسبب الشمس أو إصابة أثناء الهروب، لكن بريطانيا اعتبرت اللي حصل ده تمرد، فكان الرد عنيف جدا. عملت محاكمات طبعا عسكرية وسريعة، محاكمات سريعة وإعدام عدد من الفلاحين وجلد وسجن عشرات. والحادثة دي قلبت الرأي العام المصري كله وبقت رمز للظلم الاستعماري. بالنسبة لبداية الوعي السياسي الحقيقي، مع الوقت طبعا بدأ المصريين بيفهموا ان الاحتلال مش مؤقت، ده نظام كامل. وبدأت تظهر حركات سياسية وصحف معارضة وزعماء وطنيين زي مصطفى كامل ومحمد فريد وسعد الزغلول. وطبعا ونقاشات طبعا عن الاستقلال. ومن هنا بدأ يتكون الوعي اللي هيقود لاحقا ثورة 1919. طبعا مع الحرب العالمية الأولى بريطانيا شالت أي تمثيل عثماني، وقالت إن مصر محمية بريطانية. ووقتها حصل فرض الأحكام العرفية وتجنيد المصريين بالإجبار في أعمال عسكرية ومصادرة محاصيل وأموال لدعم الحرب. وكان الشعب بيحس لأول مرة إن الاحتلال بقى تقيل جدا ومباشر. بالنسبة لثورة 1919، بعد اعتقال سعد زغلول ونفيه، البلد انفجرت. طبعا مش مظاهرات عادية، دي كانت انتفاضة وطنية كاملة. المهم في ثورة 1919 إنها كانت أول ثورة يشترك فيها الرجال والنساء مع بعض. أول مرة الطرق تتقفل في البلد كلها، وأول مرة الاقتصاد يتشل بسبب الشعب، وأول مرة تحس بريطانيا إن السيطرة مش مضمونة. بالنسبة طبعا سنة 1922 بريطانيا أعلنت الاستقلال، لكن احتفظت بأربع حاجات أساسية: قناة السويس والدفاع والأمن الخارجي وحماية الأجانب. يعني مصر عمليا دولة بس مش صاحبة قرارها. سنة 1923 طبعا صدر دستور 23 ومحاولة بناء دولة. الدستور طبعا اتعمل والبرلمان اشتغل، لكن اللعبة كانت صعبة. الملك كان بيتدخل وبريطانيا كانت بتضغط من ورا، والأحزاب بتتنافس بشكل عنيف، والاستقرار السياسي ضعيف. وكان في إحساس إن مصر في نص الطريق، لا مستقلة ولا محتلة رسميا. بالنسبة لمعاهدة 1936، طبعا المعاهدة ديت سمحت ببقاء القوات البريطانية في قناة السويس 20 سنة، لكن في المقابل مصر حصلت على اعتراف دولي أكبر، والجيش بدأ يتوسع تدريجيا، وبريطانيا وافقت تقلل تدخلها في بعض الأمور، لكن برضو الاحتلال لسه موجود بشكل عسكري واضح. بالنسبة للحرب العالمية الثانية، أثناء الحرب العالمية الثانية مصر بقت ساحة عمليات ضخمة. القاهرة كانت مليانة جنود بريطانيين، والإسكندرية كانت قاعدة بحرية، والصحراء الغربية كانت ساحة معارك ضخمة. أهم حدث كان معركة العلمين اللي حصلت على أرض مصر. طبعا الناس وقتها كانت بتشوف بلدها مش بلدها، لكن ساحة حرب عالمية. بالنسبة لحادثة قصر عابدين،
حادثة 4 فبراير طبعا 1942. في 1942 حصل موقف خطير جدا. بريطانيا حصرت أسرى عابدين بالدبابات، وطلبت من الملك فاروق تعيين حكومة موالية ليها، وده كان إهانة كبيرة جدا للسيادة المصرية، وخلى فكرة إن الملكية نفسها تحت ضغط مباشر من الاحتلال. طبعا ما بعد الحرب بداية النهاية بعد 1945 بعد انتهاء الحرب العالمية التانية، طبعا العالم كله اتغير والاستعمار بدأ يضعف عالميا، لكن في مصر الاحتقان زاد والفقر زاد والاحتلال لسه موجود في القناة، والشعب بقى أكثر وعيا. طبعا سنة 1952 طبعا حصلت ثورة 23 يوليو، ثورة الضباط الأحرار. طبعا كانت تراكم 70 سنة ضغط، والمشروع كان واضح: إسقاط النظام القديم وإنهاء النفوذ البريطاني وبناء دولة مستقلة حقيقية. طبعا بعد كده سنة 1956 حصل خروج آخر جندي بريطاني، وفي النهاية بريطانيا انسحبت بالكامل، وخرج آخر جندي بريطاني من قناة السويس سنة 1956. بعد كده حصل قرار تأميم قناة السويس، وكانت الضربة الكبيرة. بريطانيا طبعا حاولت ترجع بالقوة مع فرنسا وإسرائيل، لكن النتيجة فشل عسكري وضغط أمريكي وسوفيتي وانهيار سياسي للعملية. طبعا الانجليز بالنسبه للحاجات اللي عملها الانجليز في المجالات المختلفه لما احتلوا مصر. طبعا بالنسبه لمجال التعليم والعمران، طبعا الانجليز ما كانوش هدفهم الرئيسي والاساسي انهم يطوروا التعليم علشان مصر تقوى، لكن كان في تغييرات حصلت. عملوا نظام تعليم حديث شويه بدل النظام القديم، وبداوا يهتموا بالمدارس النظاميه وزودوا عدد المدارس الحكوميه تدريجيا، خصوصا في المدن الكبيره. دخلوا مناهج حديثة زي الحساب والعلوم بدل الاعتماد بس على الحفظ، واهتموا بتخريج موظفين وإداريين يخدموا الحكومة، مش بالضرورة قادة أو مفكرين، وإنشأوا مدارس عليا ومعاهد زي كلية الطب والهندسة بشكل حديث، وبدأوا يبعتوا بعثات تعليمية للخارج في فترات معينة. لكن في نفس الوقت التعليم كان محدود ومش شامل لكل الشعب، والريف طبعا كان نصيبه ضعيف جدا من التعليم، وكان فيه تمييز طبقي واضح. بالنسبة للعمران والمشروعات، الإنجليز عملوا شوية مشاريع مهمة أغلبها كان بيخدم الإدارة أو المصالح الاستعمارية. طبعا طوروا شبكة السكك الحديدية بشكل كبير علشان تسهيل النقل والسيطرة، تحسين بعض المواني زي الإسكندرية طبعا علشان التجارة والاستيراد والتصدير، توسعة في شبكات الطرق بين المدن المهمة، وتطوير نظام الري في بعض المناطق علشان الزراعة تبقى أكثر إنتاجية. طبعا أنشأوا مباني حكومية حديثة في القاهرة والمدن الكبرى، وتنظيم المدن بشكل أوروبي نسبيا، شوارع أوسع في القاهرة الخديوية مثلا يعني. بالنسبة للزراعة، الإنجليز طبعا اهتموا بالزراعة في مصر. الهدف الأساسي كان يخدم مصالحهم هم. أهم اللي عملوه إنهم اهتموا بزراعة القطن، وجعلوه المحصول الأساسي في مصر، لأنه كان مطلوب جدا في مصانع النسيج البريطانية. طوروا نظم الري خصوصا القناطر وتوسيع الترع، ونظموا الزراعة أكتر، وخلوها تعتمد على حسابات ومساحات واضحة بدل العشوائية، وتدخلوا طرق حديثة في الزراعة مقارنة بالوقت ده. وبدأوا طبعا يهتموا بتصدير المحاصيل مش بس للاستهلاك المحلي، لكن المشكلة انهم خلوا الزراعة تعتمد على محصول واحد فقط وهو القطن، وده خلى الاقتصاد الزراعي ضعيف ومش متنوع. الفلاح المصري كان غالبا بيزرع علشان التصدير مش علشان نفسه. طبعا أراضي زراعية كبيرة كانت في إيد كبار الملاك. بالنسبة للصناعة، الصناعة كانت أضعف نقطة عند الإنجليز، لأنهم ما كانوش عاوزين مصر تبقى دولة صناعية قوية. اللي حصل فعليا إنهم ما شجعوش الصناعة المحلية بشكل كبير، خلوا مصر سوق لبيع المنتجات البريطانية بدل ما تنتج بنفسها، وركزوا على الصناعات البسيطة المرتبطة بالزراعة زي حلج القطن وتعبئة وتصدير المحاصيل. بدأ يظهر بشكل بسيط طبعا بعض المصانع في القاهرة والإسكندرية، نسيج وغزل وإصلاحات، لكن كانت محدودة جدا. طب ليه الصناعة ما اتطورتش؟ لأن بريطانيا كانت عاوزة مصر تفضل مصدر مواد خام وسوق استهلاك. لو مصر صنعت بنفسها، ده كان هيهدد مصالح المصانع في بريطانيا. بالنسبة طبعا الاحتلال البريطاني لمصر ما كانش مجرد فترة تاريخية، ده كان صراع طويل بين قوة امبراطورية عايزة تسيطر وشعب بيرفض ينهار. كل سنة كانت بتحصل فيها محاولة ضغط، وكل جيل كان بيطلع يكمل اللي قبله، وفي النهاية اللي انتصر مش السلاح لكن الإرادة. لأن مصر طول الوقت كانت بتقول ممكن نضعف بس عمرنا ما هنختفي.
وبكده تكون حلقة النهاردة انتهت. كان معكم محمد سالم. لو عجبتكم الحلقة يا ريت تدوسوا لايك وتدوسوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلوك كل جديد، ويا ريت تدعموا القناة يا جماعة بأكبر كمية من الاشتراكات واللايكات علشان القناة تكبر وتستمر، لأن اللايكات بصراحة والاشتراكات مش كتير. أتمنى إن شاء الله تكون يعني الحلقة عجبتكم. إن شاء الله المرة الجاية هنتكلم في فيديو جديد. سلام.